وبيجي لها أليكس عشان يحاولوا يخرجوا من البيت، لكنها بتقوم وبتفتح الخزنة وبتاخد كل الفلوس اللي فيها، وبتتحرك روكي على الباب اللي ماني فتحه بالمسدس، وبتلاقي إن الرجل أعمى في وشها، وبتفضل واقفة وجنبها أليكس اللي بيحاول إنه يتحرك ببطء شديد لحد ما بيحصل صوت بسيط وبيسمعه الأعمى، وبيتأكد إن في حد تاني موجود معاه، وبيبدأ إنه يحرك المسدس في الصالة لحد ما موبايل ماني في الأرض بيرن، فبيضرب عليه الرصاص وبيروح ناحيته وبيقفله، وبيكمل سحب في جثة ماني، وبيقدر أليكس وروكي إنهم ينزلوا البدروم، وبيلاقوا رفوف كتيرة حواليهم، وبيحاولوا إنهم يوصلوا لباب البدروم اللي يخرجهم من البيت، وبيفضلوا ماشيين على كشاف موبايل روكي، وفي نفس الوقت بيكون الأعمى في الورشة بتاعته، وبيشم ريحة غريبة في بيته، وبيفضل ماشي ورا مصدر الريحة وبيوصل لجزمة ماني، لكنه بيلاقي فيه جزمة تانية جنبه، وبيفهم إن في حد تاني في البيت، وبيجري ناحية الخزنة بتاعته وبيلاقيها فاضية، وبيكون روكي وأليكس وصلوا المكان فاضي في البدروم، وبيحاول أليكس إنه يفتح النور، وبفجأة بيبان قدامهم واحدة مربوطة بتستنجد بيهم، وبيكون مربوط